السلام عليكم. أكيد كلنا واجهتنا مشكلة لما بنيجي نفتح صفحة الراوتر من على الكمبيوتر أو من على اللابتوب، فمش بيجيب معانا أي حاجة. يعني مثلا لو كتبنا ال IP بتاع الراوتر كده وجينا نخش، تظهر معاك الصفحة دي أو مش بتفتح معاك. فالنهاردة إن شاء الله جايين بطريقة سهلة وبسيطة هنفتح بقى صفحة الراوتر. أول حاجة كده نيجي في السيرش هنا، سواء كنت ويندوز 10 أو ويندوز 11، وهتبحث عن انترنت اوبشن وهتفتحها معاك. وبعدين هتيجي تخش على advanced وهتنزل لتحت شوية، هتلاقي إن التلات اختيارات دول مش متعلم عليهم عندك، اللي هو أول اختيار اللي هو يوز TLS 1.0 1.1 1.2. أهم حاجة اتعلم عليهم وتأكد إن هما متعلم عليهم كده، وبعدين أبلاي وبعدين أوكي. هتيجي تفتح معايا متصفح مايكروسوفت كده، لو ما لقيتوش عندك موجود هنا في شريط المهام تحت أو مش موجود على سطح المكتب، هتيجي تكتب هنا بس في السيرش مايكروسوفت. زي ما انت شايف كده طالع معايا اهوت، هتفتحه. وبعدين هتيجي هنا على الثلاث نقط اللي فوق دول وهتنزل تحت على سيتنج، وهتيجي من هنا على ديفولت براوزر، وهتلاقي دي عندك معمولة ديفولت كده، هتعملها الو وهتضغط على ريستارت دي، هيقفل ويفتح معاك لوحده. وبعدين هتيجي من فوق من هنا كده وهتضيف صفحة عادي وتكتب عنوان الراوتر وهتضغط انتر وهتاخده معاك كوبي. وبعدين هترجع تاني للسيتنج وهتعمل اد ابيج وهتضيفه معاك هنا، وهتعمل اد تتأكد اللي هو انضاف هنا كده. الأفضل إنك تقفل المتصفح خالص، بعدين هترجع تفتحه تاني وتتأكد إن ال IP انضاف معاك. زي ما انت شايف كده هو انضاف معايا هنا. هتيجي بقى تبحث وتكتب عنوان الراوتر الرئيسي، زي ما انت شايف كده هيجيب معاك الصفحة ده، تضغط على مور وبعدين جو انتو. زي ما انت شايف كده صفحة الراوتر فتحت معاك، مفيش أي مشكلة.